برحب فيكم دائما ببرنامج المسامح كريم. القصة اللي معنا اليوم هي من العراق، قصة خلاف بين شقيقين، إن شاء الله نقدر نسويها، ولكن بالأول نستقبل صاحب الدعوة، صاحب المبادرة، قتيبة من العراق. أهلا بقتيبة. أهلا وسهلا. تفضل قتيبة. أهلا فيك. اهلا وسهلا بك. ايه الاخبار قتيبة؟ انت من وين من العراق؟ انا من بغداد. من نفس بغداد؟ نفس بغداد، نعم. وساكن في بغداد؟ والله جيت تقريبا صار لي فتره، جيت مصر صار لي 7 اشهر. 7 اشهر جيت على. نعم. قتيبة عندك قصة مع اخيك حذيفة. قصة طويلة، راح بختصرها انا حتى ما نطول كثير، بعدين اذا في شيء اضافي بتضيفه انت. راح اخبركم قصة قتيبة وحذيفة. قتيبة اكبر من حذيفة. قتيبة عمره 30 سنة، حذيفة عمره 22 سنة. كانوا في بغداد عايشين مبسوطين، اشتروا سيارة، اثنين شركاء. والسيارة مشي حالها، مشيوا بالسيارة إلى أن أحدهما حذيفة أراد أن يبيع السيارة. قتيبة رفض، لأنه حذيفة كان بده يسافر على مصر حتى يشتغل وبده ياخذ شوية فلوس من ثمن السيارة. قتيبة رفض قتيبة، زعل حذيفة غادر إلى مصر، كان زعلان وقطع علاقته مع قتيبة. بهذا الوقت قتيبة بقي في بغداد، ولكن ما بعرف ساءت الأمور معه، اضطر يبيع السيارة ودخل السجن، ومكث في السجن 5 سنوات. 5 سنوات. شو عملت؟ ضاعت من حياتي. ايه بس ليش دخلت السجن؟ اشتباه. اشتبهوا فيك؟ اشتبهوا بي والشخص الغير معني. وانت بريء؟ ما عندي شيء. ما عندك شيء. اشتبهوا بالاسماء يعني؟ اشتباه بالاسماء. اسمك قتيبة شوكت؟ قتيبة شوكت مصطفى. طيب، وما قدرت تبرر نفسك؟ عندي موعد المحكمة، كان يجي عندي واحد من المواعيد المحكمة، حصلت موعد للقاضي، أصعد للقاضي تترافع على المحكمة. أول ما صعدت للقاضي قال لي ما عندك شيء، إطلاق سراح. وشوف يعني قديش في ناس بيتعرضوا للظلم. طيب وكيف كانت معاناتك بالسجن؟ خبرني شوي. يعني أنت رجل مظلوم دخلت على السجن بالخطأ، بس كيف عانيت؟ شو معاناتك بالسجن؟ هي رح نفتح هلالين قبل ما نشوف إذا كان حذيفة. أنا تعرضت تعذيب. عذبوك؟ مو تحقيق، تعذيب عشان تقر إنه آثار كلها بجسمي. اوكي، انت خالك كان يتابع قضيتك؟ خالي حط لي محامي، ويعني بجهود يعني خالي والمحامي والسرعه طولت 5 سنين. 5 سنين. كيف طلعت بعدين؟ طلع صراحه براء، بمجرد بس انتظر الموعد يجيني. يعني انا ما كان اشتباهه بالاسم، هو الاشتباه كان بالاسم. قالوا لك ما تواخذنا، اشتبهنا باسمك، عذبناك؟ لا ما قالوا. متاسفين؟ هم عم بيقولوا لك؟ لا انا بس ما قالوا لك شكرا. اطلع صراحه، ولا بنعتذر منك. اطلع، حتى ما قال لي مع السلامه، قال اطلع صراحه، روح اطلع. طيب طلعت، جيت على مصر. طيب حذيفة بهالوقت شو كان عم بيعمل؟ بعد سنتين من طلعت من السجن، يلا قدرت اسافر، قدرت ألملم وضعي، بعت السياره. السياره بعتها هي بعد طلوعي من السجن، وفيت الخالي اللي نطى المحامي، وصارت امور يعني على ما قدرت احصل الفيزا. كانت فيزا ممنوعه بالاحداث اللي صارت في مصر، وما يسوى شيء انه ابقى بالعراق او فد شيء، ماكو احسن من الاهل، وماكو يعني شيء يسوى مثل الاهل. نعم. حذيفة بهاي السنتين من بعت السياره وكلمته، يعني فد مره قال لي من الاول قلت لك تعال وبيعها وتعال ويانا، وانت ليش ما جيت وليه؟ صارت امور يعني تطورها. حذيفة يعني كان يمسك علي الصغيره والكبيره. قفل علي، يعني قفل، ما يقبل انه هو يتكلم معي. اكلمه في البيت ما يقبل تليفونه، عندي شغل ويسكر بوجهي، ما بيريد يحكي. بعدين قام ما يرد علي، كان ما يعرف رقمي بالبدايه، ما يرد ويسكره، يعني عندي شغل، بعدين انا اتصل فيكم، بعدين قفل. جيت عند اهلي قام ما يبقى في البيت. نعم. هالوضع قديش صار له؟ هذا من جيت صار لي 7 اشهر. طيب انت طلبت انه نوجه له دعوه لحذيفة، وجهت له انا الدعوه لحذيفة، سلمناها لساعي البريد او ساعية البريد. خلينا نشوف اذا وصل الرساله، واذا
حذيفة وافق أن يأتي إلى هذا الاستوديو. تفضل. اهلا جورج، النهارده مشوارنا عند استاذ حذيفه عشان نسلمه دعوه الحضور. صباح الخير. صباح النور. استاذ حذيفه. اي اتفضل. استاذ حذيفه، حضرتك عندك 23 سنه؟ اي. طالب في كليه تجاره صح؟ صح. طيب حذيفه، دي دعوه حضور لبرنامج جورج قداحي. اي. نتمنى انك تقبلها ان شاء الله. ان شاء الله، بس هي بخصوص ايه؟ بص، هو الاعداد هيفهمك كل حاجه وهيكلمك يقول لك كل التفاصيل اللي انت محتاجها، ويقول لك كمان ميعاد وصولك عندنا البرنامج. ماشي ان شاء الله. قبلت الدعوه؟ قبلت الدعوه. واحنا في انتظارك ان شاء الله. جورج، حذيفه قبل دعوتك واحنا في انتظاره ان شاء الله. شكرا. حذيفة استلم الرسالة، وافق على الدعوة، هو موجود خارج الاستوديو بانتظار أن نناديه. بس بدي أختصر لكم القصة أنه قتيبة وحذيفة في خلاف بيناتهم، هما من العراق من بغداد. اشتريا لما كانوا في بغداد، اشتريا سيارة بين بعض شركاء. بقى حذيفة كان بده يسافر على مصر، طلب من أخوه قتيبة أن يبيعاه السيارة. رفض قتيبة، زعل منه حذيفة وسافر إلى العراق. بهالوقت انسجن قتيبة لمدة 5 سنوات. تعذب بالخمس سنوات، عذبوه لأنه مثل ما شرح لنا كان في اشتباه بالأسماء. ثم بعدين أفرج عنه وبقي 2 سنين في بغداد حتى وفى ديونه، باع السيارة وإجا إلى مصر. بمصر حاول الاتصال بالأهل وبحذيفة، شافوا مرة لحذيفة، حذيفة رفض أن يقابله، رفض أن يتكلم معه، رفض أن يصالحه، وقال له أنت واحد أناني وأنت ما بتسمع منا وإلى آخره. يعني المهم هذه القصة بالمختصر. هلأ دعينا حذيفة بناء على طلب قتيبة. حذيفة صار بالخارج، بدنا نحيي ونستقبل حذيفة. أهلا حذيفة. أهلا حبيبي، أهلا، تفضل. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. شلونك؟ الحمد لله تمام. إيه؟ الحمد لله تمام. اشتقت على بغداد؟ اشتقت لها. اشتقت لها؟ هي اكيد. بغداد. طيب ايه اخبارك؟ كيف امورك في مصر؟ الحمد لله تمام. عم تدرس؟ انت طالب حاليا؟ وقفت الترم يعني. وقفت. ما كملت ايه بسبب ظروف يعني. وشو عم تعمل حاليا؟ حاليا ماكو لا شغل ولا عمل حاليا. مش عم تشتغل؟ لا، اشتغلت زمان بس تركت الشغل يعني. مبسوط في مصر؟ الحمد لله. ماشي. مصر زي بلدنا الثاني. مصر بلد حلو. ام الدنيا. وام الدنيا، واهلها طيبين واهلها حلوين. اكيد. واكيد كل واحد بيجي على مصر بينبسط. اكيد. انت عارف ليش انت موجود هون؟ جت لي دعوة من حضرتك وقلت اجي اشوف. ولبيتها. وانا بتشكرك على ثقتك. الله يخليك. انا حقيقة مش انا صاحب الدعوة الحقيقي، انا مرسال، انا وسيط. بكن مين صاحب الدعوة؟ بدك تعرف مين. بدك تشوف مين دعاك؟ مش طلع بهالشاشة. معلق، ما في تعليق ولا تعليق. أخوك أكبر منك. بس بدي أسألك سؤال، أنت شو سبب الخلاف الحقيقي؟ غير قصة السيارة وما باعش السيارة ومش عارف شو كده، في شيء أعمق من هيك لازم تقول لي إياه.
هي اللي بيني وبينه يعني بالأخص الثقة انعدمت. يعني من سبب لما يصير في خلاف أكيد. ف... ليش انعدمت الثقة؟ يعني من ساعة ما طلعنا من العراق، هو أصلا طلع معنا لسوريا، وهو كان معنا وكان في معي أخي الأكبر منه كمان. إحنا هيك فضلنا في سوريا أصلا 8-9 أيام مو أكتر، وجينا على مصر. هو في بعد ما جينا إحنا، هو تاني يوم رجع على العراق. على العراق أبدا. أي، وفضل هونيك. دايما كل ما نكلمه شو سويت، خلصت. طب يلا تعال لمصر، اترك من العراق. احنا خرجنا من العراق بسبب الاوضاع وبسبب التهديد اللي جانا والاعتقالات حاليا عشوائيه. بس فالماشي ماشي انتوا خايفين عليك انتوا. اي، مع انه حتى الموضوع السياره يعني اصلا احنا تركناها على ضرايبنا، قلنا بعدين بعد فتره نشوف شو حيصير معنا في مصر، وبعدين نتصرف فيها وهيك. فالمهم هو لما رجع أخذ السيارة عادي يعني، وخلص موضوع البيت وهيك. ارجع اطلع من العراق تعال على مصر، ما بده. بعديها بفترة هو اعتقل من الأمريكان نفسهم. بعدين طلع بعد 9 أيام تعذيب، بعدين اعتقل وفضل 3 سنين أو أكثر. 5 بيقول 5. أنا ما فاكر يعني بالضبط الأوقات. بس فبعد ما طلع من المعتقل، هو السيارة كانت موجودة، خدوها قرايبنا حطوها عندهم وهيك. تعال نكلمه، ما بده يجي. طيب ليش؟ طب شوف العراق كله حاليا دمار، في كل واحد بيقتل في الثاني، اعتقالات، اختطاف. اترك العراق، خلص العراق انتهى حاليا. ما بده. بعد فترة قلت له طب خلاص بيع السيارة وتعال لهون، نفتح بالفلوس مشروع صغير على قدنا ونمشي حالنا. نعم. ولو في مثلا والدي يقدر يساعدنا كمان نكبر اي شيء، بس تعال اترك العراق. يعطينا وعود دائما، ماشي وما في اي شيء كان صادق فيه. طيب بعت لك رسالة معي، قبل ما نسمعه راح بقرا لك اياها. اوكي؟ خليني اقرا لك هالرسالة. بيقول لك: أخي حبيبي حذيفة، وحشتني يا أخي وأفتقدك كثيرا. أفتقدكم جميعا منذ تركتم العراق وتركتموني وحدي، وفي كل يوم أثناء فترة سجني كنت أسأل نفسي متى أخرج وأنعم بحريتي وأراكم وأنعم بوجودي معكم. تحملت كثيرا في سجني ولا أحد يسأل عني، وكنت أنتظر أن أجد حضنكم في انتظاري بعد خروجي، وحضنك أنت تحديدا يا أخي الحبيب، لكنني وجدت منك لا مبالاة كبيرة وغضبا كنت أعتقد أنه تلاشى مع السنين. شو الغضب هذا؟ ما بعرف. يا حذيفة، أنا أعرف أنني أخطأت في حقك، وأعتذر لك عن بيعي للسيارة وأخذي لأموالك، لكن هل هذا سبب لأن تنسى أننا أخوة؟ يا حذيفة، أنا آسف وأحتاجك جدا، وليس من السهل أن أقول لك ذلك أمام الكاميرات وشاشات التلفزيون، لكن ها أنا قد قلتها، فسامحني، والمسامح كريم. شو رأيك؟ أنا مقتنع. أه؟ طيب ليش يقول تركتوني في العراق؟ ما بيقول إنه هو اللي طيب هلا هو رجل، هو راح على السجن برضاه، ما حدش سأل عنه ليه؟ كمان سؤال يعني بدنا نسأله، مش هيك يا جماعة؟ سؤال بدنا نسأله. أخوكم، ابنكم، شو ما كان، اعتقل، ادخل السجن، عذب 5 سنوات. طيب 5 سنوات هيني من عمره؟ ما حدا سأل عنه ليه؟ وبعدين تزعلوا منه انتم؟ هو السبب منه، ليه ما طلع من العراق؟ خلاص ما طلع. طيب غلط، اخطأ. طيب الوعود الكاذبة اللي انت مش مزبوط. لا ده كلام مش مزبوط، كلام غير منصف حقيقة. يعني الرجل تعرض لأذى
ثم بيقولوا له ليه ما طلعت من العراق؟ شو ليه ما طلعت من العراق؟ تعرض لأذى نترك هاي الورا بعد ما طلع. طيب السجن ليش فضل يا اخي كان عليه ديون ليش الرجل، دفع لخالك لانه خالك وكل له محامي، وخالك المحامي اخذ فلوس، باع السياره وعطى نص الفلوس لخاله او اكثر. كم؟ احكي يا قتيبة. طيب ليش ما كلم والده؟ خليه يحكي لك هو يا حبيبي، احكي له انت، اشرح له. حق المحامي هو يعرف حق المحامي. حق طيب المحامي اكثر من خاطبه مباشره من حق سعر السياره، هو يدري. يعني حق المحامي 300,000 يعني 30,000 دولار، هو يدري بالموضوع، اغلى من السياره بكثير. طيب شو عملت؟ خبره من وين جبت الفلوس؟ بعت السياره واشتغلت، هو يدري. حتى اشتغلت وياه اول ما خرجت، اشتغلت مع خالي عمي، اشتغلت من عنده هم، وحاولت اسدد، وهم يدري لي لحد اليوم عندي ديون، ويدري بالموضوع لحد اليوم. عندك ديون لحد اليوم؟ لحد اليوم. طيب هلا انت دعيته لاخوك حذيفه حتى يجي، شو بدك تقول له؟ يعني الرساله قرأناها، بدك تقول شيء ثاني؟ طبعا هو اخويا، اول شيء هو اخويا، هو لو يدري يعني يتذكر يعني ايام زمان، يعني كنا اكثر من اخوه، كنت عامله مو مثل اخويا الصغير، لا هو يعرف الموضوع، ما عامله مثل ما اخ كبير يعامل اخوه الصغير. بس لما كنت في السجن فكرت فيه؟ على طول افكر فيهم، وانا متندم. انا اقول لك كنت في السجن متندم انه ما كنت معهم. اكيد تندمت على التعذيب اللي اكلته مسكين تندمت ما سمعت كلامه. ايه ما سمعت كلام لا ابي لا امي لا هو. شو ينفع الندم؟ طب انه انت طلع لك عنده، يعني الرجل غلط وما اجى معكم على مصر، هو العلق ودخل السجن، افترض انت كنت مكانه وانت بقيت في العراق في بغداد وكما شوف وحطوك بالسجن. ماشي، بس ما اعطي بعدين وعود كاذبه، ما اقول انا راح اسوي شيء وروح يسوي العكس، ولا اقول انا راح اطلع من العراق وما يطلع من العراق. هي تفاصيل لك يا حذيفه، هيدي انت لما بيكون في مشاعر اخوه حقيقيه هي بتصير تفاصيل، الانسان بيتجاوزها. انت عم بتلوم الرجل لانه دخل على السجن غصب عنه؟ شو هو بإرادته دخل؟ لا مو بإرادته. طيب شو هو عارف رح يدخل السجن؟ انا كنت موجود، هو لو قالوا له رح ندخلك السجن كان هرب واجى على مصر. انت اخوك هذا، انصر اخاك ظالما او مظلوما. شو انت وينك من هذا المثل؟ راح على السجن 5 سنوات ما سألت عنه. كيف بدي اسال عنه؟ ما سألت. تبعت حكيت مع خالك لتشوف شو صاير معه الرجل؟ ما اخوك هذا. على كل حال انت بهالبرنامج هيدي فرصة لك لحتى تتصالح مع اخوك. بالمختصر انت جيت بدعوة من اخوك، هو حب يصالحك، حب يرجعك، حب ترجعوا لبعض. اذا فتحنا هالستار بتصافحوا بعضكم وبتنتهي المسائل بين بعض وبترجعوا راضيين متصالحين لعند ابوكم وامكم اللي بيتردوا عليكم اكثر. بقى القرار انت عندك. بدك تقول شيء بعد قتيبة؟ يعني ينسى الماضي يا حذيفه، يعني ليش انت ما تنسى يعني الشغلات هاي التفكير اللي ببالك؟ يعني منو وزك عليه وقال لك عليه انه انا كذا كذا؟ يعني انا اخوك مو غريب. كيف ليش انت هيك؟ يعني اسمع لي، اخوك الكبير اقول لك حكايه، يعني لا تخلي انانيه بقلبك. اخوك كان الكبير، لا تخلي انانيه بقلبك. يعني ما يصير. يعني انا وصلت لهالمرحله وهالموضوع وهالبرنامج لان احبك انا واريدك. يعني ما كان زمان تحبني مو هلا. ليش زمان؟ انت تدري الظروف بي. يعني هاي الفتره قبل السجن، هي الفتره يعني شو الحق اسوي بيها؟ ما سويت حتى شيء. انت تدري بالموضوع، تدري بشغله البيت، ما قدرت حتى اسوي له اي موضوع. من الاول ما سمعت كلام. انت تدري حتى من السجن صارت ما بدك انسى الموضوع. انا هيك نسيت الموضوع معك، انت كمان نسيتك. ما عندي اخ اسمه قتيبة. ليش؟ شنو ليش؟ ليش؟ تعرف انت السبب. ليش اعرف السبب؟ ليش ما تسامح انت؟ يعني اذا ما بدي سامحك. ليش؟ ما بدي. يعني ليش؟ سبب مقنع. لان ما عندي ثقة فيك. يعني غدرت بيك اني؟ طيب الثقة اني عدم كيف؟ يعني غدرت بيك، اذيتك؟ لانك كذاب وتظل كذاب. انا ظروف حكمتني، ليش كذاب؟ الظروف ما لي دخل في الظروف انا.
ما بدي صالحك ولا بدي يعني أعرفك كمان. هذا كل كلامك، هذا كل استاذ جوردي يعني ويا ابي هذا الكلام، ويا امي هذا الكلام، ويا اخوي الصغير او خواتي هذا الكلام، اصدقاء ما نفع، كل شيء ما نفع. انا ما عندي اصدقاء مقربين قام ولا بدي يعني ما يروحوا ولا لهم. بدي احكي معك تاني، ولا بدك تبعت لي لا دعوه ولا تتصالح ولا تبعت اي حد يصالحنا. ما راح اصالحك. يعني انت ليش انت تسوي هذا كل الموضوع؟ ليش تسوي؟ عندي مصلحه حذيفة وياه. ليش القساوة هلت؟ سؤال بس، ليش القساوة هلت؟ يعني سمعناه كلهم، هلا الناس كلهم سامعينه، كلامه نابع من القلب، كلام مقنع، كلام أخ بيعطف على أخوه. أنت عم بتواجهه بقساوة شديدة، ليه؟ ما هو سألك، قال لك هل غدرت فيك؟ قلت له لا. هل أذيتك؟ قلت له لا. فإذا إيش السبب؟ إيش إنه ما رجع معك؟ ما قلت له لا. نعم؟ ما قلت له لما أذاك؟ بإيش أذاك؟ بتصرفاته. أخي وين أذاك هو؟ ودخل على السجن الرجل، تعذب. ولو يا حذيفة كنت عم تدرس بالجامعة أنت، مش هيك؟ أي. طيب ما بيفكر إنسان بيدرس، عم بدخل على الجامعة بصير عنده تفكير. بفكر وكلموني كثير في موضوع. أنت إيش أذاك؟ بإيش أذاك؟ قل لي شو أذاك؟ لا معنويا أذاك ولا ماديا أذاك، بشو أذاك؟ بس تقول أذاني يعني أنت بتكرهه لأخوك خلص من البداية. ليش؟ السيارة اللي هي النص حقها إلي. يا خيي طيب بكرة إذا الله أعطاه بيرد لك الفلوس، إذا القصة فلوس ما يظل يكذب، ثقة ماكو، ودائما يسمع كلام أصدقائه ولا يسمع كلام أحد من أهله ولا أي شيء. هيدي طبعه. طيب إذا كان طبعه أخوك هيك تتخلى عن أخوك؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هيك أخوك هيك طبعه، تطلع من أخوك؟ هيك طبعه، هو طبعه تغير أصلا، ما كان هيك طبعه. يا خيي تغير، حاول انك تقرب منه وترجع تغيره الى الصواب. ليه؟ بس انه خلاص بتحذفه من حياتك وبتعصفه من راسك ومن قلبك ومن عواطفك، خلاص انتهى؟ خلص انتهى، ما بدي صالحه، بحذفه. حذفته خلاص يعني كمبيوتر ديليت، مش هيك؟ ما عندي أخ اسمه قتيبة. ما عندك اخ اسمه؟ لا. زين انا طبعي يتغير يا لو رجل انت طبعك يعني تغير. فعلا انا بدك بالصراحه، هلا مرق معنا قصص، بس قصص الخلاف اللي بينك وبين اخوك والله تافه، صدقني ما بيستحق اذا فعلا بتعتبره اخوك، ما بيستحق. او شقيقك، بعتبره أخي أصلا. أنا بقول لك هو مو أخي حق، ما عندي أخ اسمه قتيبة، كيف بعتبره يا سيدي أنت حر، أنا ما فيني أثر عليك أكثر من هيك. أنا بقول لك إنه هذا البرنامج هو فرصة إنه تتصالحوا وتتسامحوا، والمسامح كريم. بس أنا مو كريم. نعم. بس أنا مو كريم، ما بدي أسامحه. بس حلو الإنسان أحيانا يسامح، خاصة إذا الأسباب مش كبيرة، يعني ما في خيانة عظمى، ما في شيء كبير. أنت حر، بعطيك ثواني بتقرر. قلت لك هيدي فرصة يمكن ما تتكرر، بحاول بعدين بتعطيني إجابتك. إذا بتحب إنك تفتح الستار وتقول له المسامح كريم وتسامحه وتعانقه، أو خلص بنسكر الموضوع، كل واحد بيرجع حيثما أتى وخلص. يعني أنا بذلت جهدي، عملت اللي علي، ما فيني أكتر من هيك. جورجان بس هذا اقول له لسه اقول له شغله. تفضل. انا ما تغيرت. نعم. قول له بس هو لا يتغير. والله سمعته انت، خليه هو. نحن سمعناك والجمهور بيحكم على كل حال مين معه حق منكما. في شي سبب غير هيك اللي عم نحكيه نحن؟ بس عم فكر انا هلا بركي يكون في شي سبب اهم، يعني لذلك غضبان انت من اخوك ما بدك تسامحه ابدا، غير هالاسباب اللي عرضناها، سياره وحق السياره ونصف السياره. في شي اهم؟ هي هاي الأسباب، بس وإني ما عندي ثقة فيه بعد. بس هيدي الاسباب؟ هي هاي، ما في غيره؟ ما في. طيب قرار عندك، تحب تسامح؟ ما بدك تسامح؟ يعني أنا بدي أتأسف، كنت بتمنى أنك تسامح، بحب الناس اللي بيسامحوا، خاصة لما بتكون تفاصيل مش كتير مهمة. بدي أتشكرك أولا على مجيئك لأنك قبلت دعوتي. كنت بتمنى أنه هالدعوة وهاللقاء ينتهي بشكل إيجابي، بشكل حلو، وتروحوا تفرحوا بيك وأمك وأخوتك وعائلتك وأهلك في العراق، خاصة ظروف العراق
يعني انتم بالغربه هون مختلفين مع بعض. على كل حال بتمنى لك التوفيق. التوفيق ليك. بالتوفيق وشكرا حبيبي، الف شكر. مع السلامه، الله معك. قتيبة، انا متاسف، بعتبر حالي فشلت. مش رح نظلمك كثير، انت شاب تعرضت، تعذبت، وانت متسامح وانت كبير. اخوك يمكن صغر سنه، في عنده اسباب ما بعرف ليه، مثل ما شفت ما حب يصالح. ما تزعل، امضي بحياتك، طلع الى الامام. عانيت انت 5 سنوات، لازم تطلع بعد 5 سنوات من السجن تطلع اقوى واصلب. طلع الى الامام وامشي والله بوفقك. شكرا. شكرا. والله متأسف أنا، يعني تصوروا أحيانا بيكون في أسباب هيك بسيطة وتافهة ما بتستحق، والناس بيتمركزوا بموقفهم، بيتصلبوا وما بيفتحوا قلوبهم ولا بيسامحوا. لذلك رح نبقى مع المسامح كريم، رح نبقى مع قصص جديدة، ولابد أن يكون في ناس رح يتصالحوا عن يدنا ويفتحوا مستقبل جديد لهم. إلى اللقاء.